بعد يومين مصطفى جاي يزوره في بيته ويهنيه ويبارك له على دكتوراه في ادب الشعر الانجليزي. كان مهذب جدا واتكلموا عن جده. مصطفى عزمه على العشاء عنده بعد يومين وقال له هو خارج جدك يعرف السر، وسابه ومشي. وبعد يومين راح يتعشى معاه هو ومجموعه من اهل البلد. وفي خلال شهرين وشويه قابله صدفه في اكتر من مكان. شاف قد ايه هو لطيف وعاقل ورزين. ايوه، مين مصطفى سعيد ده وسر ايه اللي بيتكلم عنه؟ في يوم كانوا قاعدين بيسكروا وعدى عليهم مصطفى وحلف صديقه المحبوب انه يقعد معاهم ويشرب، ويحلف وده يشرب ويحلف وده يشرب لحد ما سكر. فجاه سمع صاحبنا مصطفى بيقول قصيده شعر بس انجليزيه وبنطق سليم، قصيده من قصايد الحرب العالميه الاولى. طبعا صاحبنا اتصدم وساله هو انت بتقول ايه؟ لكن مصطفى سابه ومشي. تفتكروا مصطفى هربان من حاجه؟ معقوله؟ صاحبنا ما سكتش وراح له الصبح على الارض بتاعته، حاول يواجهه بالموقف بتاع امبارح لكن ما خدش منه لا حق ولا باطل. تاني يوم مصطفى طلب منه يجيله على البيت وراح له، قال له انه هيحكي له حكايته عشان دماغه ما تشطحش، وان الموضوع ابسط من كل اللي ممكن يتخيله، بس يحلف له انه مش هيقول لاي حد. مستنيين تعرفوا الحكايه طبعا.